معلم، كنت ماشي بسليمانية متفائل، شميت ريحة فلافل، اوف هذا مو اللي كان بالمزة، قلت اجى بوقته بالحزة واللزة. فتت على سيفي لاكل اكلي على كيفي. اول ما فتت ضيفوني، قلت ايوه هدول من السوشيال ميديا بيعرفوني. قلت يا ولد قوي قلبك واطلب 3 سندويشات، يعني السعر ماله غالي ورخيص، واكيد الشباب جوا ما رح يقصروا يدللوني. لا مرة تانية رجعوا ضيفوني. طلعت القصة للجميع وهذا كريم اللي ببيع. بلشت بالفلافل بسندويشة المشروع، وقال لي خليك مقابيلي لا اعرف شو حط لك لا تروح. قلت له حط لي خس ونعنع ومخلل خيار، ولا تخلي معدتي بانتقادك تحتار. وفت لي يا معلم على سندويشة السمون. الشاب شاطر وحربوه وبيعرف انه على قلبي بتمون، وطلبت منه يحط نفس المكونات، بس بما انه سمون قلت له زد لي عليها شوي الليمون. وبكل حنية بلشوا لي بالتحفة الفنية، بطاطا مع الجبنة الموزاريلا. شوفوا لي شو لقمة هنية. لك ايه هدول طلعوا فلافل على كيفك، اللي تأسسوا ب 1985 بنفس السنة اللي ولدت فيها انا، يعني عمرنا 25. قلت بلش بالبطاطا مشان قولونك، ولا تخلي الشباب ينتقدونك. وهلا مع اول عضة رح تعمل مشكلة بين اسنانك ولسانك، اسنانك بدها تهرس ولسانك بده يبلع. شرفكم حدا بياكل مع سندويشة البطاطا بطاطا؟ إيه وشو كانت انو ايه انو وين؟ لمو قلت لكم اني باول الفيديو متفائل، فقلت لها يا ولد فوت بالفلافل. هلا هون اسناني ولساني طلعوا لبرا، لانه الطعمة كانت عم تعطيني ذكريات ايام المزة والحارات. هون فتت بخبز السمون اللي هو الصامولي. شوفوا لي كيف فكيت الورقه معلم، لا تقولوا لي انت رح تاكل اول عضه وتقول كيف مزبطين طعمه السمونه مع الفلافل. معقول؟ هلا ممكن تسالني معقوله ما عندهم فول وتسائي؟ بس ما بخفيكم انا ما خرج، لانه قولوني عم يقاي ما عم يلاقي. وقلت خلص ضموا لمطاعم الانو انو. المهم اخذت باقي البطاطا اللي معي سفري، وهي كانت القصه وهي كانت الحكايه. استنونا بالفيديو الجاي، وين ما وين، وحياكم الله.